كمان اختيار الوقت. يعني انت إمم. بتختاري الحاله لنفسك وتقعدي تظبطي نفسك وتفرغي المشاعر وكده، بس اختيار الوقت كمان ليكي وللشخص مهم. إمم. يعني حتى يعني بشوف ناس كتيره جدا ابقى عايز اتكلم في مواضيع مهمه مثلا في الشغل، طب قولي ايه واحنا ماشيين في الطرق مثلا، اقول ايه؟ أيوه صح. هقول ايه؟ ده موضوع مش محتاجين مناسب. نقعد نفكر نشوف هنعمل فيه ايه، هنشوف هناخد حل ايه. إمم. قولي واحنا ماشيين في الطرق كده، طب ما الطرق هتخلص حضرتك وانت داخل أيوه. مكتبك يعني. إمم. نحدد ميعاد نقعد نتكلم فيه نخلص الموضوع خلصنا. لكن على الواقف وكده طياري مش بينفع. إمم. كذلك برضو فكره سبحان الله احصائيات الطلاقات وموضوع والزوج راجع من بره. انت بتتكلمي، ما هي الفكره انه التوقيت ده كان غلط، ممكن انت مشحونه وهو كمان راجع مشحون على اخره محتاج تفريغ. ده حقيقي. فاختيار الوقت ما يبقاش فيه استعجال، ما يبقاش شخص تاني مثلا مش نايم كويس، ما إمم. يبقاش شخص تاني اصلا عنده حاجه شغلاه جدا او هماه جدا. إمم. واللي يقول لي يعني ساعات اقول للناس كده، يقول لي انا هستنى كل ده. استنى لو عايز تنجح إمم. في المواجهه. ما إمم. هو ايه اللي بيخلي الناس لما بتواجه بيحصل مشاكل؟ احيانا الشخص اللي قصادك بيبقى مليان اصلا، فانت تيجي لا، ما هي مش ناقصه ضغطك انت كمان، ما شفتيش إمم. اللي حصل لي الصبح أيوه. في الشغل ولا؟ لا مش كده. فاختيار الوقت المناسب من اهم العوامل ليكي وللشخص اللي قصادك اللي بتخلي المواجهه اصلا تنجح في من النهايه. ضمن الحاجات برضه اللي تخلّينا نختار الوقت الكويس، إن أنا لمّا باستأذن الطرف التاني إنه لازم نختار مكان مناسب وتوقيت مناسب إحنا الاتنين نعرف نتناقش فيه براحتنا، عشان أنا هاتكلم عن المشاعر، والمشاعر من الحاجات اللي عايزة هدوء في التعامل وهدوء في الإلقاء وردة الفعل. فأنا لمّا آجي أتكلم مع الطرف التاني على مشاعري، هاقول له أنا حسيت كذا، مش أنت عملت كذا. فبتفرق أوي إن الطرف التاني يسمع منّي أنا حسيت. مش أنت عملت علشان زي ما قُلنا أنت عملت كإنها هجوم. توجيه اتهام، مم. كإني باوجه لك اتهام، فأنت لازم تدافع عن نفسك خلاص. لكن أنا حسيت وارد جدًا يكون أنتِ حسيتِ غلط، مش وارد يكون سوء قصدي. تفاهم، مم. وارد يكون مش قصده فعلًا. فهنا هي هتفتحي له آفاق إنه لأ، اللي أنتِ حسيتيه دوّة ممكن ما يكونش حقيقي، ويتكلم بالراحة. اللي أنتِ حسيتيه دوّة ممكن يكون أنتِ كنتِ في التوقيت ده متضايقة، فأخدتِ مني الفعل دوّة وأنتِ مشحونة من حاجة معينة، فيبقى في طريقة للحوار. فلمّا آجي أتكلّم في مواجهة عن حاجة ضايقتني، أتكلّم عن اللي أنا حسّيته مش اللي هو عمله. كمان في نقطه احنا ساعات بنعملها قوي لما ما نفرغش مشاعرنا، صح؟ إمم. ايه، انا داخله لو انا مثلا بكلم حد من اسرتي او زوج وزوجه بيتكلموا، فانا داخله بتراكمات كتيره جدا. إمم. فانا داخله الحوار انا عايزه اتكلم عن كل اللي حصل او كل اللي محتاج يتصلح ويتغير. إمم. اعرفي ان ناتج الحاجه دي ممكن تبقى صفر او بالسالب، أيوه. عمرها ما هتبقى بالايجابي. إني ما ليه؟ فرّغتش مشاعري. لاني ما فرغتش مشاعري، ولان اللي قصادي هو احداث هو فعلا. يعني انا هعمل ايه في كل المشاكل؟ انت دلوقتي جيتي صبيتي عارفه في الكوبايه بتاعتي كل المشاكل اللي موجوده في الحياه، طب انا اصلا هعجز، عارفه اديت ايرور خلاص، ما انا. عارفة هنا في جملة دايمًا بتتقال في الحالة دي يقول لِك: "هو أنا للدرجة دي وِحِش؟ طب مستحملاني ليه؟" اللي هو ايوه الطريقة ايوه، دي أنتِ الشخص عمّالة بيحس ان كل دي تطلّعي اخطاء. يا بابا للدرجة دي وِحِش؟ لا ففعلًا وكمان في يعني. ناس بتستصعب اللي هو كل ده لسه هيتصلح. أيوه صح ده كتير أوي صحيح. أصل على فكرة الإصلاح البشري أو إن إحنا نغيّر ونصلّح من نفسنا حاجة صعبة جدًا على النفس. والله حتى لو حاجات في البيت، آه عارفة والله. لمّا تيجي تقولي لو هنغيّر لمبة يعني. الست والله بتشوفي الخناقات دي، الست تتكلم مع جوزها مثلًا لا وأنت سايب كذا بايظ وما جبتش كذا زي ما قُلت وناقص مش ما هو ما عملش كل ده، هو غلطان صح، بس لو واجهتيه كده برضه مش هيدخل هتاخدي ينام نتيجة، والله مش هيعمل حاجة. هيخش ينام. ده كويس لو حقيقي. دخل نام يبقى أو كويس. ينزل يسيب البيت. المهم إن هو تحوّل هيمشي خناقة خلاص. على حاجة تانية خالص. أيوه بالضبط، على عدم النكد. تقدير بقى، آه. عدم تقدير وعدم احترام لمجهوده واللي بيبذله، إمم. وده فعلًا بيوصّل له ده في النهاية. فواحدة من أهم الحاجات دي بقى إنه أنا دايمًا أدخل الحوار محددة أولوياتي. أيوه. في حاجات كتير مضايقاني، بس في حاجة معيّنة دلوقتي هي المهمة، إمم. هي المهمة دي هي الأهم. يعني إيه؟ دي لو اتصلّحت يعني هاعرف أفرّغ شوية من غضبي، هاعرف إمم. أكون أهدى شوية. إمم. فأنا داخلة باتكلّم في نقطة معيّنة، وبعد ما أستخدم الأسلوب الجميل اللي أنتِ قُلتيه، أبتدي إن أنا أقول بقى أنا عايزة إيه. أيوه. لان دي نقطه ساعات بتبقى فايته ناس كتير سواء ستات او رجاله، ده حقيقي. اللي هو انت عرضتي احساسك ومشكلتك. ما وصلناش دوري ايه للنهاية بقى؟ أنتِ عايزة ايوه إيه. انت عايزه ايه بقى؟ إمم. فاهمه؟ يعني حتى فاكره لما كنا بنتكلم على الاحتواء وكده، انت عايزه ايه؟ إمم. عايزه مثلا طبطبه، عايزه كلمه حلوه، عايزه حد يقول لك اسف على موقف أيوه. يعني ايه اللي انت عايزاه؟ عايزه ما تتقالش الكلمه دي تاني، فلازم تقولي الاكشن ايه اللي الناس أيوه. هتعمله. هي دي اهم حاجه تتقال فعلا في المناقشه. المناقشه تنتهي بكده، أيوه. تنتهي بفعل معين انا بطلب من اللي قصادي يعمله، علشان اللي قصادي دخل المناقشه هو فاهم وجهه نظري، فهم مشاعري من الموضوع عامله ازاي واستقبالي ليه، فهم اهميته بالنسبه لي، وفهم مطلوب منه يعمل ايه. ده فهو حقيقي. دلوقتي يخرج هو عارف المفروض يعمل ايه في اول دي الكلام. خطوة أخيرة كمان في المواجهة، إن إحنا الاتنين بنتفق على خطوات عملية نطبّقها، مش مجرد كلام. إحنا خلاص فرّغنا مشاعر وعرفنا الطرف التاني وأنا قُلت إحساسي، بس فعلًا لازم يكون في خطوات عملية إحنا الاتنين نطبّقها. ما أخرجش من المواجهة
وأنا قايل بس مجرد كلام، لإن برضه خدي بالِك لو أنا ما صدّقتش على الكلام ده بأي action كأن شيئًا لم يكن، بالضبط. إحنا بننسى وبننشغل والحياة بتاخدنا، فلمّا لأ، لازم نحط خطوات 1، 2، 3 تخلّينا ما نعملش التصرُّف ده تاني أو ما نضايقش بعض تاني، على الأقل نصبر على بعض وإحنا بنعمل خطوات، بس على الأقل نحطها، نكتبها في ورق، نتفق عليها، نعمل أي حاجة تخلّينا نمشي على خطوات ثابتة عملية. دي حقيقة، وكمان المواجهة بتبقى تدريجية، يعني ده إيه، حقيقي. يعني في الأسلوب في الأول بالذات في الحاجات اللي مش كبيرة أوي، بيكون المفروض يبقى لطيف، أنتِ إمم. بتخلّي اللي قدامِك ينتبه بس للحاجة. إمم. طب ما فيش استجابة، هنعدّيها؟ لأ، هنقف برضه لإن الموضوع مضايقنا، إمم. فهنقف برضه بس المرّة دي ممكن تكون أكثر جدية، يمكن إمم. المرّة الأولانية ما أخدش باله من الأهمية من كتر ما الطريقة كانت لطيفة وظريفة عدِّت. ده حقيقي. لأ، محتاج إني أكون جَد شوية، عشان كده ساعات يقول لِك إيه، يقول لِك لمّا مثلًا 2 مختلفين أو كده، اقعدوا قعدة جَد، اقعدوا على السفرة، إمم. اقعدوا على حاجة في البيت تحسسكم إنه لأ، الوضع مش وإحنا مرتاحين لأ، هو الموضوع دلوقتي بدأ يدخل في الجَد، في حاجة إمم. عاملة لي مشكلة، أيوه. فبنقعد قعدة جَد. طيب ما فيش نتايج برضه، بنعلّي الريتم، إمم. بتشتغل بشكل الجدية زائد نتايج، يعني الموقف ده لو حصل، إيه النتايج بتاعته، إيه العواقب ده بتاعته؟ حقيقي. إمم. مش لازم العواقب تبقى تهديد، بس ممكن العواقب إنه مثلًا مش هاقدر أكمّل كده. أيوه. يعني مش لازم تبقى تهديد، بس ممكن تكون في شكل إنه أنت بتورّي له نهاية الموضوع رايح فين، بالضبط. لإن في ناس لمّا بتبيّنهاش أنتِ قُلتِ إيه لو ما قُلتش الفعل نفسه كإن لم يكن، إمم. صح؟ ولو ما فيش نتايج في ناس برضه كأن لم يكن، في ناس إمم. عارفة آخرِك، ده فأنت حقيقي. زعلان من الكلمة دي، ماشي، قُلتها تاني، أنت زعلان من الكلمة دي، ماشي عادي، أنت بتعدّي يعني أنت هتعمل إيه يعني؟ إمم. لكن لمّا أقول إن في نتيجة معيّنة هتحصل، مثلًا مش هاروح الاجتماع العائلي ده تاني طالما الكلام معايا بيبقى بطريقة وحشة كده، إمم. كده في نتايج فاللي قدّامي هيبتدي إيه، الموضوع دخل في الجد، ده الموضوع بالنسبة له مش بسيط، الموضوع مش بيعدّي، إمم. فابتدي اللي قصادي إحنا كده كبني آدمين ساعات بنحب إن إحنا نشوف العواقب علشان نبتدي ندرك أهمية ده بالنسبة للي قصادنا، من حاجات في المواجهة، النية، وتضبّط نفسيتك أنت الأول، ممكن تكتب الكلام اللي هتقوله لو أنت من الناس اللي ما بتعرفش ترتجل أوي أو كده، أو الغضب ساعات يسيطر عليك فتكتبه، إمم. تضبّط حالتك جدًا، تختار الوقت المناسب، تشوف الموضوع يستاهل والّا ما يستاهلش، إمم. دلوقتي وقدّام ما تستسهلش، تطلب فعل معيّن، تراعي التدريج في اللهجة وفي العواقب اللي أنت بتقولها. ده حقيقي.